السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطه مع كريمه. سعيده بلقياكم من جديد. الاقتراح ديال اليوم غادي نحضر معكم فطائر بالتفاح والكريم باتيسير، كيجيو رائعين خفاف مقطنين. خليكم معايا للاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات عندي كأس من الماء، طبعا الماء دافي، كذلك كأس من الحليب، حتى الحليب دافي. ثم غادي نضيف رشه ديال الملح لتصحيح الذوق، كذلك غادي نضيف 2 ملاعق من السكر حبيبات. ثم غادي نضيف ملعقه كبيره من الخميره الفوريه. المرحله الاولى كنخلط هاد المكونات مزيان ونخلي هاد الخميره وتقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى تتفاعل مع المكونات. صافي هنايا اخواتي غادي نغطي هاد الخليط ديالي ونخليه واحد 5 ديال الدقائق. صافي هنايا غادي نضيف باقي المكونات. عندي هنا نصف كأس من الزيت، كذلك عندي بياض بيضه الصفار غادي نخليه ليدهن فيما بعد. ثم غادي نسم هاد الفطائر عفوا بكيس من السكر الفاني، ممكن نضيفوا قشور ديال الحامض. صافي كنخلط الكل مزيان. فطائر اللي ساهلين، طريقه يعني اللي بسيطه وسريعه. هنا غادي نضيف الدقيق، بالنسبه للدقيق نضيف دفعات. ضفت هنايا 2 ديال الكؤوس، كذلك غادي نزيد الكاس الثالث. في الاول غادي نخلط غير بالخلاط اليدوي، لان هاد الفطائر هادو بدون دلك، فقط كنجمعوا الخليط. هنا صافي غادي نضيف كذلك الدقيق، غادي نخلط هنا غير بيديه، لأن كما كتلاحظوا ضفت الكأس الرابع كذلك الكأس الخامس، ثم زدت هنا الكأس السادس. يعني المجموع ديال الدقيق اللي ضفت اخواتي 600 غرام، ما يعادل 6 ديال الكؤوس. تنتوصلوا على واحد العجينه كل القوام ديالها رطب على هذا الشكل هذا، يعني تكون عجينه اللي تكون ما تكونش يعني ثقيله بزاف، كذلك ما تخليوهاش خفيفه. غادي نخلي العجينه ديالي تختمر. نمشي هنايا نحضر معكم الكريمه اللي عندي فيها 2 كؤوس من الحليب، ثم 2 ملاعق من النشا او مايزينا، كذلك 2 ملاعق من السكر حبيبات، وكيبقى على حسب الذوق، ممكن تضيفوا 2 أو 3. هنا غادي نسم هاد الكريمه بالحامض. انا غادي نضيف قشور ديال الحامض، كنحاول انني نحك غير القشره الخارجيه، ديك القشره الصفراء كتعطي واحد المذاق وواحد الرائحه رائعه جدا لهاد الكريمه. هنا غادي نضيف كذلك واحد النكهه ديال الحامض اللي كتعطينا اللون وكذلك حتى المذاق. صافي هنايا كنخلط الكل على البارد مزيان، ضروري هنا تخلطوا مزيان على البارد عاد توضعوه فوق النار. طبعا النار تكون متوسطه مع التحريك المستمر، ما توقفوش من التحريك في هذه المرحله هذه. تلاحظوا ان الكريمه بدات كتعقد. فطائر اللي كيجيو رائعين جدا. هنا كما كتلاحظوا صافي الكريمه ديالي راه وجدت، كتلاحظوا ان الكريمه بدات كدير هذه الفقاعات. صافي غادي نطفي عليها النار. هاد الكريمه هذه كتجي لذيذه، كتجي منكهه بداك المذاق ديال الحامض اللي كيعطيها واحد المذاق اللي اكثر من رائع. هنا صافي غادي نضيف كذلك واحد عصير ديال نصف حامضه. غادي نصب هاد الكريمه ديالي في واحد الاناء ونخليها تبرد مزيان. طبعا غادي نغطيها بواحد الكيس ديال البلاستيك باش ما تكولياش ديك القشره السميكه الاعلى. غادي ندوز هنا العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت، غادي نحاول انني نخرج منها داك الهواء ونقسمها طبعا الكويرات اللي يكون الحجم ديالهم متوسط، كذلك يكون متساوي. صافي هنا اخواتي كما كتلاحظوا عطاتني 15 كويره، طبعا الحجم ديالهم اللي متساوي. هنايا غادي نوضعهم في اللاطه اللي فرشت ليها ورق الزبده، ممكن دهنوها غير بالزيت. غادي نستفهم في اللاطه طبعا ونخليهم كذلك واحد المده ديال 5 ديال الدقائق غير يرتاحوا.
هنا من بعد ما خليتهم يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق، طبعا غطيتهم بواحد المنديل. هنا كناخذ واحد الكاس اللي غادي نوضعه في الدقيق، وكنبقى ندير حفيرات على هذا الشكل هذا. يعني الطريقه راه واضحه امامكم، وكنبقى نوسع ديك الحفيره على هذا الشكل هذا. يعني طريقه ولا اسهل. طبعا القاع ديال الكاس ممكن تدهنوه بالزيت او توضعوه في الدقيق باش ما يلتصق لكمش في العجين. طريقة من اسهل ما يكون، فطائر كيجيو خفاف قطنيين رائعين جدا. هنا صافي من بعد ما كملت انا عطاتني 15 حبه، يعني الكميه الاخرى درتها في واحد اللاطه اخرى. هنا خديت صفار بيضاء اللي ضفت ليها قطرات من الحليب، وكندهن الجوانب ديال الفطائر ديالي. طبعا وكنرش عليهم غادي نرش عليهم انايا جلجلان، او ممكن ترشوا عليهم اللوز افيلي او كذلك كاوكاو كونكاسي بالنسبه للتزيين على حسب المتوفر، كذلك الذوق ديالكم. صراحه هاد الفطائر كيجيو رائعين جدا، كيجيو خفاف قطنيين. ان شاء الله تجربوهم اخواتي وينالوا الاعجاب ديالكم. المقادير مضبوطه، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. بالنسبه للكميه ديال الدقيق راه كتختلف على حسب النوعيه ديال الدقيق. بالنسبه للكريمه وضعتها هنا في هذا البوش، غادي نوضعها على هذا الشكل هذا. بالنسبه اخواتي للكريمه، من بعد ما خرجتها من الثلاجه اللي خدمتها تقريبا بالخلاط اليدوي، او ممكن تخدموها بالخلاط الكهربائي لان كيولي القوام ديالها متماسك. يعني الطريقه راها واضحه امامكم. وضعتها في البوش. صافي هنا خديت جوج ديال التفاحات. هنا خديت هنا تفاحات الحجم ديالهم كبير، كنقطعهم هكا شرائح وكنعصر عليهم القليل من الحامض باش ما يكحالش اللون ديالهم. هنا كندير تزيين على هذا الشكل هذا، كنوضع دوك الشرائح ديال التفاح على هذا الشكل. ممكن ديروهم على يعني على شكل ورده، ولكن انا التفاح عندي كبير. صافي الفرن هنايا راني وضعته يسخن على 200 درجه. كندخل اللاطه ديالي، طبعا كنقص الحراره كنخليها على 180 نار من الاسفل للاعلى حتى يتحمروا وياخذوا هذا اللون هذا. صافي كيكونوا واجدين. وكان هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا، كيجيو محمرين خفاف قطنيين، فعلا كيستحقوا التجربه، كيجيو غايه في اللذه. انا اكيده اخواتي الا جربتوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. الفيديو ديال اليوم انتهى، كنتمنى من كل قلبي انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وبطبيعه الحال كالعاده عجبكم كنتمنى انكم توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، ولما لا البارطاج مع الاهل والاصدقاء كي تعم الفائده. والى اللقاء مع الجديد ان شاء الله.